عايز تأجل السنة، شايف ان القرار ده صح واخده فعلا من قلبك وباختيار صح وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وكل الناس بتقولك ايه القرار الفاشل ده وما ينفعش وعناء والسنة وحشة، فالفيديو ده ليك. أجل يتغير للأحسن. السلام عليكم. النهاردة فيديو جديد، طبعا ده بعد 5 شهور. المهم سيبكم من المصلية دي، سيبكم شعري منعكس، عشان احنا النهاردة الفيديو المفروض يكون ايموشنال. السلام عليكم، معاكم فيديو جديد، معاكم احمد صلاح. المفروض الفيديو يكون ايموشنال شوية وفي نصايح ليكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. النهاردة هحكي لكم حاجة انا مش عارفة امسكها وانا بقولها، بس المفروض النهاردة بجد الفيديو فعلا ايموشنال جدا، مش عارفة اقول ايه. النهاردة في موضوع تأجيل السنة، تأجيل السنة في تالتة ثانوي، وليه أجلت وخلاص الامتحانات أصلا داخلة. صراحة الموضوع بيزعلني شوية، لأن دايما كنت بتمنى يعني إن أنا إمتى أتخرج من المدرسة وأحقق حلمي وأجيب المجموع اللي نفسي فيه. يعني أكيد قدر ربنا أحسن، ده حاجة كويسة ليا، لأنه بصراحة يعني اللي حصل لي السنة ده ما يعني لا أحسد عليه بالمرة. من بداية السنة وأنا كنت بمر بدروب صعب جدا. من قبل ما أكمل كلامي، بس أنا بحكي لكم علشان لو حد حابب إنه ياخد الخطوة، يعني إيه، يسمع كلامي ويشوف هو هيعمل إيه. ما بشجعش، بس يعني أنا بقول برضو الستيب اللي خدتها ليه. تعالوا بقى أحكي لكم. جيت السنة، أول حاجة خالص، أنا أول سنة كنت بمر بدروب. تانية ثانوي دي كلها خدتها مستشفيات، تعب، محاليل، حاجات كده فوق الخيال. وكنت بمر بموقف مع شخص، لو حابين احكي لكم، بس الشخص ده عمل فيه عمايل يا جماعة. عامة هو ولد يعني، عشان الكلام كتير، بس لأن العلاقات المحرمة حرام. فالمهم السنة كلها اتلخبطت. تاني ثانوي كلها يعتبر ما ذاكرتش، اللي هو في اول سنة كنت بدأت حرفيا ابقى شخص تاني، بس ربنا ما أردش وحط في حياتي شخصية ما. بس هو التعب عامة اترتب من قبلها، يعني انا كنت تعبانة من قبلها. المهم السنة كلها كنت تعبان، فده أثر عليا، فدخلت تالت ثانوي انا ما كنتش جاهز اصلا. والله لو حابين نحكي لكم عن الشخصية دي هحكي لكم، عشان تستاهل ان هي يحكي عنها وافضح لكم كمان هو وصل. المهم ده ترتب عليه ان السنة كلها يعتبر زي كده المخ خد صدمة كده. ما السنة دي خلصت، المفروض كنت بعدها ادخل تالتة ثانوي، فالشهرين دول كانوا برضو فيصل في موضوع، يعني كان متعب نفسيا جدا. فما كنتش جاهز وما كنتش حابب ان ادخل بصراحة، وانا بنفسي قلت كده، يعني قلت كده لاهلي، بس هم افتكروني خايف وقلقان. انا رخمة. دخلت ورحت دروس، كنت بذاكر عادي. اول شهرين كده بدأ برضو التعب يجيلي تاني، تعب اتنين، تعب نفسي وتعب جسدي، انا كلها حرفيا. بدأت افكر في موضوع التأجيل، وليه مثلا ما يكونش ده خطوة الموضوع ده. السنة كلها يعتبر وانا بفكر، بس كنت بكمل عادي دروس علشان كنت باخد اونلاين. قلت يمكن المشكلة في اني مثلا بتعب من المواصلات، فقلت خليني اونلاين احسن. فجيت فعلا اونلاين وانتظمت، وبعد فعلا بقت كويس جدا. برضو تعبت نفس التعب تاني، كنت كل شوية اعلق محاليل، وكل شوية يحصل لي دروب. ما خلصناش، قعدت كملت. جت اول السنة الجديدة بدأت معاكم فعلا، خلصت المنهج، والله يا جماعة خلصت المنهج فعلا. جيت برضو تاني حصل لي دروب. وانا بحكي لكم القصة سريع علشان انا كده مش عايز اتعبكم، انا عايز انصحكم اكتر، وكمان عشان افصل معاكم انتوا اخواتي. جيت في شهر 1 تعبت في اول السنة برضو. جيت برضو كملت تاني عادي، يعني بعد ما تعبت وفوق كملت برضو تاني عادي. جيت بعد ما شهر 2 تقريبا، انا ببص كده عشان بفتكر. جيت بعد شهر 2 كملت برضه عادي. انا في شهر 2 ده تعبت برضه بس تعبت في اول شهر 2،
وكانت المفروض يعني اللي كانت تعبانة زايدة من 15/2 لحد اخر رمضان وانا بلم المنهج. انا قبل رمضان كنت لامم المنهج، فالمهم جيت رمضان كملت حصل لي شويه دروبات برضو، كملت وحصل لي شويه دروبات كملت. خلص رمضان عادي برضو، قعدت احاول فيه كتير وحصل لي، وكان في يعني مدعكة عياط في رمضان. جيت بقى تعبت تعب فظيع، قعدت تقريبا اسبوع تعب فظيع. الزايدة جيت بقى كانت هتنفجر وما كناش عارفين. يوم الجمعة 14 يا 18 يا 17/4 رحت. كان يوم الجمعة كشفت وطلع لازم اعملها في نفس اليوم لان فيها خراج وعملتها. ما كنتش مدرك ان انا اعمل عملية من كتر التعب، ما كنتش اصلا حاسس لان انا اصلا بطبعي خواف جدا. خلصنا كانت فترة صعبة جدا، هي عملية صعبة ورخمة ووحشة جدا سهلة بس عشان انا بتأثر بسرعة يعني. الحمد لله جيت بعد العملية على طول تعبت تعب ما بعدوش تعب. انا حاسس ان الفيديو كله وانا بشكل مفهوم ايه سببه، وكان فترة وحشة جدا بصراحة يعني. الحمد لله انا بدأت يعني اطلع منها بعد الشوط اللي خدته ده خلاص في التعب. والسنة كلها اللي مليانة حاجات وحشة جدا، وكان في مواقف وحشة اكتر يعني. لو عايزين احكيها لكم في فيديو لوحدي. كنت بتكلم دايما مع اهلي يعني وكده، كانوا بيقولوا لي لا مش عارف ايه وكده. فجيت اخر مرة دي حرفيا انا كنت خلاص كنتش باكل، ما كنتش بعمل اي حاجة خالص من كتر التعب ومن كتر التفكير، لانه ده مستقبلي برضه. فالتأجيل مش سهل. اضطريت اكمل تصوير بعدين. قرار التأجيل ده مش سهل ومش صعب ان برضو الواحد ياخده، بس قبل ما اي حد ياخد قرار التأجيل ده لازم أن يكون حاطط في باله عدة حاجات، ويكون واعد نفسه بشوية حاجات برضو لقدام. انا الفيديو ده كنت بدور عليه على طول، وكنت دايما ببحث على يوتيوب قبل ما كنت اخد يعني القرار وكده، انه اتمنى ان حد يبقى عامله. فانا برضو قررت انه يعني لو لا قدر الله لو حد مر بنفس اللي انا مريت بيه، او حابب ان هو يعرف اكتر، او حابب ان هو حد يتكلم معاه بشفافية اكتر يلاقيه يعني. وعشان كده حاولوا ان انتوا تنشروه، تقول كل حاجة عشان تفهموا انا ليه وجهت برضو القرار ده. لانه في ناس بتبقى مش بتعمل اللي عليها ومش لحاجة، هو بس لمجرد ان هو كده تسويف وتأجيل وخلاص، وبتفكر. فاللي هو انت طالما ما عرفتش تدوس على نفسك السنه دي، طبعا اي حد يقدر يتغير، مفيش وقت محدد بس ان هو نقول للبني ادم ده خلاص ما يقدرش يتغير او لا. بس الفكره في ان طبيعي طالما سوفت هتيجي السنه اللي فاتت تقول خلاص وما غيرتش نفسك بعد مثلا ما اجلت، فانت برضه هتسوف تاني. فاللي هو الفكره نفسها والتوبيك هو نفسه. حبيت احكي لكم في الاول وتفهموا، وترجعوا بعد كده اقول لكم ازاي تاخدوا القرار ده وليه تفكروا فيه او كده. طبعا ما تفكروش فيه غير لو كنتوا مفيش امل خالص ومفيش طاقه. تاخدوا القرار ده لعده عوامل: انكم تسالوا نفسكم وتستخيروا ربنا وتفهموا انتوا ليه عايزين تعملوا كده، لان القرار ده مش سهل. القرار ده محتاج حد يكون واثق في نفسه، حد يكون واثق في ربنا، حد يكون واثق في قدراته، حد يكون عنده هدف ان هو يمشي له. سنة معروفة كله بيقول ان هي صعبة، وفي ناس بتقول برضو آراء غدا. فاللي عنده أي تجربة مع التأجيل أو عنده أي كلام إضافي لكلامه يكتب لنا تحت في الكومنتات. أول حاجة صلوا استخارة، صلوا استخارة كتير مهما كانت. صلوا استخارة، ولو مش عارفين تصلوا استخارة ابحثوا على جوجل، ابحثوا على يوتيوب، أي حاجة طريقة صلاة الاستخارة ودايما صلوها. لأنه أنا في الأول كانت بتجيلي اني اكمل وكده، وكنت بكمل فعلا وكنت بتشجع. بس بعد كده سبحان الله برضو قدر ربنا والخير ليا هو اللي جاء في اني ااجل، وان شاء الله ده يعني يكون الخير والحاجه الكويسه. صلوا استخاره. بعد ما تصلوا استخاره تبداوا تسالوا نفسكم ايه الدافع ان انا ااجل، ايه اللي هيخليني اكمل في السنه التانية، يعني ايه اللي هيخليني اكمل واتشجع. تعرفوا ان مهما كانت تتوقعوا انه لا انا ممكن امر بحاجه وحشه، تتعلموا من اخطائكم في السنه كلها. حاجه عملتوها غلط ما تعملوهاش، تتعلموا كده، هيكون عندكم اكسبيرينس حلوه جدا. خامس حاجه، انا ليه عايزه اجل، يعني ايه الهدف اللي انا عايزه اجله. لانه طبعا طالما انت اجلت وهان معاك المجموع فانت حابب تعمل او حابب وجهه معينه.
تسألوا نفسكم كل الأسئلة دي وتفهموا بقى انتوا ليه عايزين كده فعلا من نفسكم، لان انا اكيد مش هقولكوا اجابات معينه، لانه كل واحد قصته مع التاجيل بتكون التانية. يعني انا اللي حكيت لكم ده، فكمان يعني ما تعملوش زي حد وما تقلدوش حد وخلاص. بس طالما انتوا محتاجين واعرفوا انه طالما محتاجين فالجأوا لربنا. ربنا حنين قوي وكريم قوي والله، ودايما معانا ودايما بيحبنا ودايما بيحبنا للافضل. والتوكل على الله. يعني انا في شويه غلطات كتير قوي غلطتها السنه اللي فاتت، اتمنى ان انا ما ارجعلهاش. ولو حابين ان انا اتكلم على الغلطات دي واقول عليها فاتكلم عادي واقول، يعني اكتبوا لي لو حابين. وبتمنى ان انتوا تكون نفسيتكم اقوى واحسن، وتتعلموا من غلطاتكم وتتعلموا من كل حاجه مريتوا بيها، وان انتوا تحاولوا تكونوا احسن وتطوروا من نفسكم. بس اللي هيأجل يتغير للاحسن من دلوقتي. يعني لو انت هتاخد قرار التأجيل من دلوقتي بتغير للاحسن من دلوقتي، ما تقولش بقى لما ابدا دروس ومش عارف ايه ولا كده وكده، لا. وباذن الله في شويه فيديوهات كتير حلوين قوي، لو حد اجل زيي او كده هنستمتع جدا، ومش هحسسكم انكم في السنه لوحدكم، هبقى انا كمان معاكم وهناخد طاقه من بعض ان احنا نتقوى ونعرف ان القرار اللي احنا خدناه ده مش سهل وهيترتب عليه حاجات كتير. محتاجين ان احنا نكون اكتر انضباط، اكتر التزام، اكتر استثماريه، واي حاجه عملناها غلط السنه اللي فاتت ما نعملهاش ولا نكررها تاني خالص نهائي. ونعرف ان قرار التاجيل ده مش صعب، نعرف ان قرار هو فعلا مش صعب ومش سهل. نعرف كمان انه على حسب مقدره اهلنا انه بياخد مصاريف، بس برضو ربنا بيكرم والله يا جماعه. فاللي بجد حابب واللي عنده ثقه في ربنا ويقين يتوكل على الله ويصلي استخاره، اهم حاجه. لانه والله طالما انت توكلت ورميت كل حمولك وهمومك على ربنا هتفرج باذن الله، وان بعد العسر يسر. خليكوا واثقين في ربنا وقربوا من ربنا وصلوا وادعوه وشوفوا الاحسن وشوفوا اهدافكم وشوفوا انتوا حابين تحققوا ايه، وارسموا حياتكم وتحفزوا وعيشوا. الحياه جميله، الحياه سهله، الحياه فيها حاجات كتير حلوه، ما تضيعوش على نفسكم. الوقت بيجري، الناس بتحقق احلامها، الناس بتقوم، الناس بتعمل، الناس بتسوي، الناس بتتغير. ولو 1% بس تغيرت للافضل فانت كده بتتغير وهتتغير. مش لازم نعمل كل حاجه ورا بعض، ومش لازم خلاص ما نغلطش ونكون مثاليين. المثاليه مش موجوده، الكمال مش موجود، الكمال لله وحده. بنحاول ان احنا نكون احسن دايما. فان انتوا تحققوا احلامكم مش صعب، سهل جدا، وكل حاجه بتتحقق. يعني لو 1% دلوقتي انتوا تغيروا شهر كمان هتحققوا 100% وهتحققوا رقم قياسي، لانكم هتستمروا. علشان بس ما نفقدش الشغف ونقول زي اي حد بيقول احنا اجلنا وما ينفعش معانا وعملنا نفس اللي عملناه وكده، لا. باذن الله هنتوكل على ربنا، وكل حاجه هنعملها وهعملها بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي هيبقى كريمني ووفقني ليها. دي كل حاجه يعتبر ممكن اعرفها لكم عن التاجيل وايه. ولو حابين تعرفوا اي حاجه تاني، ولو حد عنده سؤال في الكومنتات، ولو حابب اي حد يعرف او خطواتي او كده، انا برضو هعمل فيديو هاخدكم وانا بحجز الدروس، هاخدكم وانا بروح المدرسه، ااكد كل حاجه خير. انا بحبكم جدا وشكرا لدعمكم الاسطوري. انا بجد بحبكم واتمنى انتوا تدعموني وتكبروا القناه اكتر واكتر، لان في حاجات تستاهل جدا. وانا بتمنى، لان ده حلم التاني ومتاكد ان ربنا هيكرمني فيه وهيرزقني بصحاب. ولو حابين اقول لكم انا ليه فتحت القناه اصلا، اعمل لكم برضو فيديوهات. انا اصلا بحب اتكلم ورغاي باين عليا لان انتوا صحابي، وبتمنى احكي لكم حاجات كتير عني وكده، لانه بحسكم قريبين ليا جدا وبحبكم جدا والله. ما تنسوش تدعموني وتتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وتعملوا لايك واشتراك حلو زيكم يا احلى اخوات في الدنيا. وشكرا لكل كلمه حلوه بتقولها لي وبتهون عليا، انا بجد بحبكم جدا. وشكرا لكل حد محسسني ان انا طبيعي عادي. وده كل حاجه بس تعرفوها عن التأجيل وكل حاجه. ولو حابين تعرفوا تاني يقولوا لي. اتمنى ان انا اكون لخصت كل حاجه بصدر رحب، وان اي حد يكون مستني الفيديو ده يلاقيه قدامه من غير اي حاجه صعبه يعني. وبتمنى لكم كل خير وبحبكم جدا.